زبنائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار استراتيجية لاراديج من أجل تعميم وتحسين الخدمات تجاوبا مع حاجياتكم، وكذلك من أجل الرفع من سعة تخزين المياه الصالحة للشرب، خصوصا في هذه الفترة اللي كتعرفها بلادنا من حيث ندرة المياه. شرعت الراديج في إنجاز العديد من المشاريع، من بينها تقوية المركب المائي لمركز الإسماعيل من خلال إنجاز خزان علوي بسعة 500 متر مكعب. هذا المشروع اللي كنتواجدوا فيه اليوم واللي بلغت التكلفه ديالو حوالي 9 مليون درهم، سيكون له دور فعال في تقويه التزويد بالماء الصالح للشرب بكل من جماعه سيدي اسماعيل، سبت سيس وجماعه زاويه سيس، وسيحد ايضا من مشكل نقص الصبيب خلال بعض الفترات على مستوى بعض المناطق، كما سيوفر سعه تخزين اضافيه وصلت الى 500 متر مكعب. فيما يخص مكونات هذا المشروع، يضم المنشآت التالية: بناء وتجهيز خزان علوي يفوق علوه 40 متر ذو الشكل الأسطواني بسعة 500 متر مكعب، يتم تزويده بواسطة محطة الضخ، ويتجلى دوره الرئيسي في ضمان الصبيب والضغط اللازمين لتوصيل الماء إلى أبعد نقط الاستهلاك الممكنة على مستوى تراب الجماعات. كما يضم هذا المشروع تجديد المضخات الموجودة التي يصل مجموع صبيبها إلى 42 لتر في الثانية، يتم تزويدهم انطلاقا من الخزان شبه المدفون ذو سعة 1500 متر مكعب. وفي الأخير نتقدم بالشكر إلى كل من ساهم من قريب ومن بعيد في إنجاح هذا المشروع الذي سيكون له دور تنموي بالمنطقة، وسيحد من مشاكل نقص الصبيب والضغط بالإضافة إلى رفع سعة التخزين. وهذا هو رهان ومبتغى الراديج الطامحة لتلبية حاجيات ورغبات زبنائها تجاه هذه المادة الحيوية. السلام عليكم، تلقوا في فيديو جديد مع مشروع جديد.